اندر ارمز روتين وازاي بحافظ على الاندر ارمز بتاعتي من انها تغمق او انها يكون فيها بزابيز. اول واهم حاجه هي الطريقه اللي احنا بنشيل بيها الشعر. نسبه 99% من الناس اللي الاندر ارمز بتاعتها غامقه بتكون بسبب الطرق الغلط اللي بيشيلوا بيها الشعر. بالنسبه لي احسن طريقه في الدنيا طبعا هي الليزر. لو ما عندناش فلوس للليزر فالشيفنج هيفي بالغرض وزياده، نستخدم شيفنج كريم او شيفنج جel. الاندر ارمز هي منطقه حساسه جدا، ما ينفعش ابدا نغسلها او ننضفها بالشاور جel العادي بتاعنا، عشان كده لازم نستخدم عليها كلينزر او غسول يكون لطيف ومناسب. زي الكلينزر ده من ستارفل اللي هو الوايتنينج، وده بستخدمه اصلا كمان عشان التفتيح. بعد ما نضفنا الاندر ارمز بتاعتنا نرطب بقى، وانا بستخدم اي حاجه من الثلاثه دول. ستارفل وايتنينج كريم ده من اكتر الحاجات اللي انا بحب ارطب بيها، توحد كده لون الاندر ارمز بتاعتي بيكون شكلها لذيذ عشان الصيف وكده. الجلايسوليد او الجليسوليد سنسيتيف، معرفش بتقال ازاي بالظبط، او الشان بادي ميلك. شلنا الشعر، نضفنا، رطبنا، فاضل طبعا الديودرنت. بالنسبه لي اكتر تو ديودرنتس بحبهم هما الاثنين دول. فيشي ديودرنت اللي هو الغطا بتاعه لونه ابيض ده بجد خطير. دوف ديودرنت ده الانفيزبل دراي، وفي كمان الاوريجينال. دول اكتر اتنين بحبهم. لا الموضوع ما يقفش على الديودرنت بس، سوائل ديودرنت لازم تتشال كويس قوي قبل ما ننام. خلاص مروحين ميتين مش قادرين تاخدوا شاور، امسحوا الاندر ارمز بتاعتكم بكوتون باد ومايسل ووتر زي وشكم بالظبط. من اهم حاجه برضو اللبس اللي بنلبسه يكون حاجات كوتون وبريزبل كده، ما يكونش بوليستر وحاجات بلاستيكي، عشان التوب ب 50 جنيه بس 100% بوليستر نجيبه عادي. بتعمل اريتيشن للاندر ارمز بتاعتنا وبتعمل ريحه مش لذيذه خالص. انها تقول انه بس كده، ولو لديكم اي اسئله اكتبوها في الكومنتس.